ايوه يا عصام. نعم. يا اخي من قبل بتكلم معاك انا. ايوه يا عصام من قبل انا بتكلم معاك في موضوع مهم جدا جدا حسي. انت مروله مواضيعك مهمه. طيب المهم حسي بالسكينه على الرسول. مبروك لي هو بعدين. انت مالك؟ انت ما شايف بنتك دي قاعده لنا كده ساي؟ لا ما يعني لا قاعده ساي دقيقه انت دي قاعده ساي كيف يعني ما دي قاعده ساي تمشي مدرستها وتجي خرجت والشغل واشتغلت بعد ده في شنو؟ غير العريس المهم لا العريس ده يعني ما بيجي هو ولا نحن بنمشي نخبط لهم بيضان ونقول لهم تعالوا العريس وجبتنا كده كلام شنو كده خليك حسي من الفصاحه دقيقه كده عاين ده ونو ده شنو ده؟ رايق وينو رايق؟ عشان شنو ما عنده شنب يعني؟ لكن ده خليك هو ما عنده شنب لا كيف ده شنو ده؟ حسيت ده مشكلتك يعني؟ يعني لا عنده الشنب بعد شو الحلاقه الحقيقيه هو هذا الزمن ده بيقول ولا قاعد انت انا ما عندي لك اخلاق. Then Maha got called downstairs. يا مها يا بنتي يا مها ما في شنو؟ كده خليك من المصير ماسكاها دي تعالي كده. خير. رايك شنو؟ دم شغال. What just happened? ماله؟ شغال. That's good. هي أصلا ما عرفت له اسم. لكن شغال يعني that's a check mark. Why are you so mad? لا أنا قلت لك دم يا ماما ركزي. كده جابته لك خالتك ابتسام. خالته ابتسام دي ما لها بعيد ما تعرفي يا بنات. ده عريسه يعني؟ كده انا ما عندي لك اخلاق حسي كويس؟ عاين هنا بنات ابتسام اولادها صغار انت 23 سنه 23 سنة دي تخريج يعني اتخرجتي وشغل اشتغلتي وبعدها في شنو؟ There are so many things that are wrong with this right here. Like what? I don't understand. تخريج وتخرجت 23 سنة تخريج وتخرجت وشغل اشتغلت وبعد ده فضل شنو غير العرس؟ يعني احنا 23 سنة امهاتنا من زمان they had us when they were our age. هي ابتسام دي منو ذاتها وهو اسمه منو؟ يعني شنو 23 years old لسه قدامه طويل يعني عندها PhD؟ ما كده ركزي بس شوفي أنا ما أقدر أعرف شوفي ما عنده اي مشكله ما في اي عيب. كده يا مها كده وريني انت الزول ده ماله حسي يعني ما تديه فرصه تعرفي. عليك الله تفهم مع بنتك دي ما عندي لك. يا بابا أنا ما دايرة واحد أعرسه بالطريقة دي. والله العظيم لا ودار العرس كيف طيب يعني؟ يعني إنه إحنا الاثنين نفهم شوفي عقلية بعض ما قلة أدب أنتوا ليه واثقين شحناني؟ طيب شفت التعليم بيعمل شنو في النهايه؟ يا اخي دقيقه اسكت انت. لا كده وريني ده يعني تعرف الزول كيف يعني؟ يا بابا احنا هسي جبتونا انتوا في مجتمع جديد، احنا ما بنتعرف على بعض بالطريقه دي، لازم انا افهم عقليته هي شنو وهو يفهم عقليتي. اقعد افهم ليه في عقليه اسمع كلامها يا اخي. تقولي هنا اسمع كلام يا اخي اسكت على هي حاسه طبعا بنت قله ادب. Yes شديد. كيف تتكلم كده مع ابوها؟ ده كويس دقيقه وريني دقيقه اصبر طيب. يا ماما انا ما كده بعرف. وريني اسمعي انت يا مها أها. انت دايره تعرفيه كيف؟ يا بابا حسي ده واحد جاي بس عشان يعرس في راسه انه بس عايز يعرس، ما فارقه معاه دي بنت منو اخلاقها كيف هناك بس ده يعرس. ما كويس الحته دي احنا انتهينا منها. انا سالتك سؤال انت دايره تعرفيه كيف؟ This is a trick question. You think؟ Don't do it. Don't do it. انا ما دايره اتعرف على واحد بطريقه خدته ابتسام دي. انا ها كيف يعني دايره تمشي تشكسوا لي وتخلطوا لي وتلفونات وكلام فارغ زي ده؟ هوي انا ما عندي بنات عندهم كلام فارغ زي ده. انا ما قلت كده، انتوا لازم تكونوا واثقين في اخلاقي. نحن واثقين واي حاجه لكن الكلام الفارغ اللي بيعملوه الناس ده انا ما ينفع معي وكلام الخواجات اللي بيعملوه ده ما ينفع معي. قاعدين لي وديتس وكلام فارغ وانا طالع مع فلان وطالع مع صاحبي ودايرين نمشي نعرف بعض والكلام ده ما عندنا نحن. يجي الزول يدق الباب هنا كو. Okay, who said that's what she wants to do anyways? طالعة ونازلة مع واحد. When the right guy comes along, she will know and make the right choice. Yeah, and I think openness and honesty with your parents when it comes to those kind of situations and topics is very important. But they also have to trust that she's gonna know right from wrong. Exactly. Yeah. يخبي الباب ده ويجي يتقدم عليه بصوره رسميه. أنا بس ما قلت كده، أنا بس قلت أنا ما دايرة طريقة خدته ابتسام ده، الزول ده جاي بس عشان يعرس ما عشان عايزني. صح كلامه، she's right, he's ready to settle down, so now she has to magically be ready too. لكن هتقعد كده لمتين يعني العرس ده حاجة مهمة and بعدين maybe he is a really nice guy. شوف يا ماما الزول ده جاي وهيتقدم عجبك ما عجبك وش رمى البحر. أنا ما راضي. ده راضي ما راضي على كيف خلاص احنا نسينا من الموضوع ده ذاته. بعدين اليوم كله قاعده في البيت كده زي ما قالت امي قومي عندها حق والله اليوم كله قاعده في البيت ماسكه لي التليفون جننتيني كده. خلاص الناس قالوا وشنا يعني ما ممكن الكلام ده. كلام الناس. The code we live our lives by. أنا وشكم في شنو يا جماعة؟ أنا ما قاعدة أعمل حاجة كعبة. قاعدة في بيت أبوي معززة مكرمة. أنا ما لغاية ما لغاية ما أنا دايرة يا بابا، أنت عندك مانع؟
ما عندي مانع، لكن خلاص امشي عرسي، شوفي لك تجيبي لك اولاد، خلاص زهقنا نحن من الموضوع ده. لكن اي زول يلاقي بنت المعرسه بتاع بنتك حتعرس بعدين، كرهتونا زاد الموضوع ده نحن. انا ما راضيه بالكلام ده، وانا ما حعرس والله شفتك عملت شنو ذاك ما داري. عليك الله امشي كده حتعرسي، احنا حتعرسي. ده عرس 200